تعالوا نعرف مع بعض يا حبايبي تفسير سورة الفلق بشكل مبسط للأطفال. فتعالوا كده نعرف مع بعض ربنا بيقول ايه يا حبايبي. وديت سورة جميلة جدا 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 لأنها بتحمينا ولأنها بتحافظ علينا وبتخلينا نطمن. ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق. يعني ايه قل أعوذ برب الفلق؟ يعني أنا بتحمى فيك يا رب، أنا مطمن إن أنت جنبي يا رب. قل أعوذ، كلمة أعوذ معناها إيه يا حبايبي؟ معناها بلجأ ليك أنت يا رب، فأنت هتحميني، فأنا مطمن وأنا معاك. برب مين؟ برب الفلق. الفلق يا حبايبي هو الصبح، لما الشمس بتبدأ إنها تطلع والنور بيبدأ يطلع من الأول. فأنا مطمن اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيخلي النور يطلع بعد الظلام. فأنا مطمن إن أنت معايا يا رب، أنت الذي خلقت الفلق وخلقت كل الخلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طب أنا بتحمى فيك يا رب من مين؟ بتحمى فيك يا رب من الشيطان، بتحمى فيك يا رب من أي إنسان شرير، بتحمى فيك يا رب من أي حد عايز يأذيني. أنا في حمايتك أنت يا رب، فاحميني. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. كلمة غاسق إذا وقب يا حبايبي معناها أي حاجة بتحصل في الخفاء شريرة، أي حاجة بتحصل في الضلمة شريرة، فأنا بتحمى فيك يا رب منها. في حاجات بتحصل في الضلمة جميلة، في حاجات بتحصل بالليل جميلة، ولكن لو في حاجة حصلت هتأذيني فأنا بتحمى فيك يا رب من أي حاجة أنا مش شايفها. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. عارفين مين يا حبايبي النفاثات في العقد؟ دول أي ناس بيحاولوا يفرقوا ما بين البشر، أي ناس بيحاولوا يفرقوا ما بين الراجل وزوجته، بيحاولوا يفرقوا ما بين الراجل وولاده، بيحاولوا يفرقوا ما بين الناس الأصحاب القريبين، بيحاولوا يفرقوا ما بين القرايب. دول اسمهم النفاثات في العقد. فيا رب احميني من دول، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وإيه كمان يا حبايبي؟ ربنا بيقول ومن شر حاسد إذا حسد. عارفين إيه هو الحسد يا حبايبي؟ الحسد إن أنا أبص لنعمة حد قدامي أو لحاجة جميلة موجودة عند حد قدامي وأبقى عايز أخدها وتقل من عنده. ديت نظرة شريرة فيها خبث. فيا رب أي حد بيحسدني، أي حد عايز النعم اللي معايا تقل، ما عنديش مشكلة إن اللي قدامي يبقى عنده نعم هو كمان، بس ما يتمناش إنها تقل من عندي، ولا أنا أتمنى إنها تقل من عند اللي قدامي. يا ريت كلنا يبقى عندنا نعم من غير ما تقل عند حد. لكن الحاسد يا رب أنا بتحمى فيك يا رب منه. فاحميني يا رب من الشيطان، احميني يا رب من الحاجات اللي بتحصل وأنا مش شايفها، احميني يا رب من أي حد بيحاول يفرق ما بين الناس، واحميني يا رب من أي حد بيحاول يحسدني. فدايما يا حبايبي اقرأوا السورة ديت واطمنوا إن ربنا معانا، ولما نقرأ السورة ديت ده هيخلينا نبقى في حالة من الحماية، فما نقلقش أبدا أيا كان إيه اللي هيحصل في حياتنا. نطمن إن ربنا معانا، ولو حصلت حاجات تضايقنا نصبر عليها، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيدينا بعدها فرج، وهيدينا بعدها يسر، وهيدينا بعدها حاجات جميلة جدا. اقرأوا دايما السورة الجميلة ديت يا حبايبي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.